ماسا ديارا هو مراقب مباراة الأهلي مع الجيش الملكي، وننفرد في هاتريك بالتقرير الذي سيسلمه هذا الرجل إلى الاتحاد الأفريقي، لجنة الانضباط اللي هتاخد قرارات تبدو عنيفة تجاه جمهور الجيش الملكي. الحقيقة إنه التقرير ده رصد العديد من الأمور اللي حصلت في أثناء المباراة ما بين إيقاف حكم المباراة. أولا، المباراة من أجل تهدئة الأمور. التقرير فيه حرفيا بأنه تم تدوين كل الأحداث، إلقاء جماهير الجيش الملكي مقذوفات على أرض الملعب، وكتب في التقرير أن الحكم الليبي أحمد الشلماني أوقف المباراة لتهدئة الأجواء ومنع الاشتباكات بين اللاعبين. التقرير سيتم رفعه إلى لجنة الانضباط، هيتم توقيع عقوبات على نادي الجيش الملكي تصل إلى حرمان النادي من جماهيره لمدة مباراتين، مع وجود غرامات مالية تحدد لاحقا من مسؤولي لجنة الانضباط. الكاف في الوقت الحالي بيرصد طبقا للتقرير اللي أرسله ماسا ديارا جميع الفيديوهات التي تم نشرها من المباراة بكل الأحداث الخارجة. وحسنا فعل وليد صلاح الدين، أمهر من عد على التاريخ المصري من لاعبي كرة القدم، لما رفع السكينة لفوق، لما قال لكل أفريقيا أهي، اللي لعيبة الجيش الملكي بيحاولوا إخفاءه عن الناس أهو لفوق. حقيقة يعني لعيبة الأهلي امبارح ما بين شجاعة في التصدي في هذا الموقف، يعني بن رمضان وطاهر دخلوا بكتافهم وبجسمهم جامد في وش لعيبة الجيش الملكي، والإصرار على إنه ده لازم يبان. فالقلب كان ميت والقوة جامدة. أقف عند الحاجة الوحيدة اللي تزعل النهاردة من الصبح لحد دلوقتي، بخلاف شغل فريق الإعداد مع مراقب المباراة والناس اللي حضرت ومحاولة الوصول إلى التقرير اللي تم رفعه للجنة الانضباط. احنا اتكلمنا مع الإعلام في المغرب، واتكلمنا مع أولتراس في الجيش الملكي، واتكلمنا مع جماهير عادية، واتكلمنا مع صحفيين. الشيء الغريب الوحيد عند كل دول ان هم يعتقدون في المغرب ان اللي حصل ده عادي، بل ويعتقدون ان اللي حصل ده نتاج طبيعي لظلم تحكيمي للجيش الملكي. وصل الموضوع الى انه صحيفة المنتخب المغربية وهي الاكبر في المغرب بتنشر النهارده عنوان ان الجيش الملكي ضحية الى ظلم تحكيمي حصل في المغرب. وانا مش ضد العنوان بالمناسبة، كل حد يشوف اللي هو عايزه. اعلام المغرب يرى ان الجيش اتظلم، اوكي، لكن دون ان تذكر ان الجمهور او الأولتراس او يا اخي قلة مندسة خرجت عن النص. دي المشكلة، لانه في النهاية انت المحرك. فلو اللي عمل ده، اللي رمى السكينة امبارح، اللي رمى الازايز امبارح، اللي عمل كل هذا الكلام امبارح، لما يلاقي اعلام البلد نفسه بيدافع عن اللي حصل ومشيه في سكه انه الظلم التحكيمي اللي حصل بعد الظلم في المباراه الاولى، وتخيلوا ده اللي اتقال لنا، تخيلوا لو الاهلي هو اللي حصل معاه ده، اتظلم اول ماتش، سجل جون واتلغى، وعلى ارضه تعرض الى هذا الظلم، الجمهور هيعمل ايه؟ لا، في مصر غير، الوضع مختلف. الحاجه الثانيه، ممكن يحصل تجاوز، ده وارد ان هو يحصل في اي حته في العالم، لكن التجاوز انت كاعلام بتتعامل معاه ازاي؟ انت لو بتناقش الموضوع فنيا تحكيميا بتقول ان كان في ظلم اتحط على الفريق في 1 2 3 4، لكن في النهايه اللي حصل ده غلط، اوكي، تعظيم سلام. لانه لو في مصر اهلي او زمالك او بيراميدز او مصري او اتظلم، الاعلام هيقول انه اتظلم، طبيعي جدا. الزمالك النهارده عنده مشكله مع حكم المباراه، مباراه كايزر تشيفز مثلا، لكن ان الرؤيه تكون كده. بالمناسبه سالت نفس الاشخاص على فكره طب كاس الامم، ايه الضمان ان كاس الامم ده ما يحصلش فيه؟ فكانت الاجابه انه كاس الامم ليها حسابات خاصه، بالاضافه الى انه جمهور منتخب المغرب اكتريته جمهور عائلات، لكن الانديه هم اللي كان فيه أولتراس او في مجموعه من الخارجين عن النص او مسائل غريبه بعض الشيء. المغرب فيها مشاكل في الوقت الحالي في هذا الأمر، في هذا النوع من التجاوزات اللي طبعا تخلي فيه مؤشر على انه كاس الامم الافريقيه ممكن يحصل فيه تجاوز لم نكن نتمناه، وسهل السيطره على ده. لكن لما اعلامك الاول يقول ان اللي حصل ده كان غلط، بعيدا عن الكوره، عن الفنيات، عن اي ظلم تحكيمي انت شايفه، ده موضوع تاني، لكن في النهايه الغلط غلط. دي اول حاجه معايا النهارده. الحاجه الثانيه،